السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. النهارده هنعمل اكله سريعه جدا، سهله جدا جدا، منقذه. يعني لو انت جايه في وقت متاخر ومش ملاحقه تعملي اكل، في 5 دقايق بتتعمل. لو انت مكسله في البرد اللي احنا فيه ده ومش عايزه تقفي فتره طويله في المطبخ، برضه في 5 دقايق بتتعمل، سهله جدا وسريعه جدا، وكمان بتدفي حلو قوي، وكمان ما بتاخدش مننا اي وقت. وبرضه هي اقتصاديه، مش هنقول غاليه كتير. ممكن تعمليها باجنحه الفراخ، ممكن تعمليها بدبابيس، ممكن تعمليها بفرخه كامله. طبعا الموجوده عندك ممكن تعمليها ساده، مفيش اي مشكله. طبعا هي بطاطس بالفراخ، هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ سريعه جدا، ما بتاخدش اي وقت. طبعا انا ولعت الفرن عشان يسخن وينجز معانا في الوقت. انا معايا دبابيس فراخ اهي، طبعا زي ما انتوا عايزين، حابين تعملوها بدبابيس، حابين تعملوها بفرخه كامله، حابين تعملوها باجنحه، ساده، الموجود عندكم اعملوه. معايا طبعا حبيتين بطاطس كبار، انتوا على حسب الكمية اللي عندكم تعملوا 3 4، يعني كل واحد على حسب الكمية. طبعا معايا بصل، دي بصلاية، معايا فصين توم، ضروري او التوم بيبقى حلو جدا مع البطاطس. معايا فلفل الوان، معايا ورقتين لورا، ومعايا طماطم، دي ممكن اقطعها شرايح واحطها على الوش، يعني انا لسه سايباها سليمه، يعملها ما اعملهاش. معايا نص كيلو من الطماطم اهو، انا فرمته، حطيت معاه الملح، حطيت معاه شويه فلفل اسود، حطيت معاه شويه كمون، حطيت معاه شويه معلقه واحده خل، وحطيت معاه يعني حاجه نص معلقه مثلا سكر. ليه نص معلقه سكر؟ اولا هيديكي تسكير الاكل وطعم حلو، وانت مش هيبقى فيه طعم مسكر ولا حاجه. لكن الناس اللي بتشتكي ان عندها القولون وبيبقى عندها حمو من الاكل بتاع الطماطم، معلقه السكر على حسب الكميه انت هتعمليها، او نص معلقه السكر، بتهدي من الحمو والحرقان اللي بتعمله الطماطم. فهي مش هتبقى حاجه يعني لها طعم تحسي ان انت بتاكلي حاجه مسكره، لا بالعكس، هتبقى حاجه حلوه قوي. طبعا انا مجهزه الحاجه، هي بتاخدش اصلا وقت اهو. انا هجيب الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن اهي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكل البطاطس اهو، سهله جدا. طبعا زي ما قلت لكم الطماطم اهيت فيها كل حاجه عشان انا هدلق عليها، يعني فيها الملح، فيها البهارات، اي بهارات اي توابل انت حباها حطيها. عندك صويا صوص وعايزه تحطي حطي، عندك كاتشب وعايزه تحطي برده حطي، بصي ما فيهاش اي مشكله اهو. كل الحاجات اللي عندي هحطها على بعضها اهو. هقلب بس الحاجات دي كلها مع بعضها اهوت. التوم على فكره بيبقى حلو جدا مع البطاطس، الناس اللي ما بتحبش تحط توم، التوم بيتفق قوي، بيدي طعم حلو قوي قوي مع البطاطس اهوت. هوزع ورق اللورا كده اهو. بصوا اكله سهله جدا جدا وسريعه، ممكن تعملي جنبها رز بشعريه، رز ابيض، ممكن تتغمس كده بالعيش، بقول لكم سهله جدا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب الدبابيس بتاعتي احطها كده اهو اهو. اهيت. طبعا زي ما قلت لكم ان انا كل البهارات انا حطاها في الطماطم، هقلبها بس كده مع بعضها اهي. هحط عليها بس على الوش معلقتين من الزيت، مش هكتر، بس عشان يدوها لمعه. حطيت معلقتين اهو من الزيت على الطماطم، هقلبهم كويس قوي وهما في الخلاط اهوت. هتاكد طبعا ان انا حاطه ملح يكون كويس، اتاكد ان انا حاطه ملح يكون مظبط الحدق بتاع الفراخ بتاعتي، عشان خاطر بعد ما تستوي ما احسش انها دلع. دلوقتي هدلق الطماطم اهوت كلها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا انت بتحبي الطماطم البصنيه البطاطس بتاعتك عليها صوص كتير، طبعا زودي، بتحبيها ناشفه خليها مش كتير. انا طبعا ما بحبهاش فيها صوص كتير اهو. طبعا الفرن زي ما قلت لكم انا حطاه يسخن عشان الصينيه اخلصها واحطها على طول في الفرن. طبعا احطها على الرف اللي هو التحتاني، مش هتاخد مننا اي وقت ان شاء الله، وهتطلع اكله سريعه جدا وطعمها حلو جدا جدا ان شاء الله اهوت. اخلي بس كل حاجه من الفراخ متغطسه بالصوص كده اهو اهوت. خلاص كده انا هدخلها الفرن
وان شاء الله نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. ودلوقتي صينيه البطاطس بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفين لونها احمر وجميل ازاي، ما شاء الله عليها، ما بتاخدش خالص وقت. يعني دي بصراحه اكله منجزه جدا جدا في الوقت. اتمنى انها تعجبكم، جربوها بطريقتي سهله، مفيش فيها اي مشكله، اي بنوته صغيره تقدر تعملها، اي حد يكون لسه سنه اولى مطبخ يقدر يعملها، وفي نفس الوقت وجبه حلوه. حتى لو عندك عزومه ممكن تعمليها وتعملي جنبها شويه رز. لو انت لسه بسيطه يعني في الطبيخ وما بتعرفيش تتصرفي كتير، دي منجزه جدا جدا، وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا، وبرده في الطعم حلو. اتمنى انها تعجبكم، ما تنسوناش بقى في لايك للفيديو، واللي مش مشترك وعلى القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. بشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم.